بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة كده، ربنا كده يشفي كل مريض ويديكوا كده الصحة والعافية. حطولي كده لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، ودعوة حلوة كده لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينجيهم من اللي هم فيه ويرحمهم، ويعني ربنا أحن عليهم من الكل فعلا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. بس مبدئيا كده ادعولي انا كمان والله، انا والعيال، لان احنا بصوا دور البرد يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ايه، مش عارفة مكثف أوي علينا اليومين دول. العيال كلها تعبانة وأنا كمان اتعديت منهم، ويعني الأمور صعبة جدا. الفيديو ده أنا مصوراه من قبل ما نتعب، لأن احنا حرفيا كده أسبوع. دلوقتي دخلنا في أسبوع، يعني نايمين كلنا نايمين كده في السرير، مش عارفة في ايه. الحمد لله على كل حال، ربنا يا رب يشفي كل مريض. النهارده بقى طبعا دخلنا في الشتاء، وانتوا عارفين بقى دخلنا الشتاء اللي هو بقى كل يوم والتاني لا نعمل قرص، نعمل قراقيش، نعمل مش عارفة ايه. فنشجع بعض كده ونعمل حاجة حلوة كده مع بعض. نعمل كده قرص النهارده ان شاء الله، وهنطبخ كده مع بعض. دي صينية فراخ كنت بعملها. انا قلت ايه في اليوم دوت، قلت اما اجهز الاول صينية الفراخ، لان عارفة بقى موال القرص دوت. بصوا موال يعني عبال بقى ما تقعدي تنخلي الدقيق وتعملي ومش عارفة ايه، يعني ايه بياخد وقت طبعا. فالاول قلت اجهز الغدا عشان خاطر يبقى خلصت كده من دقة الغدا دي، بحس ان انا لو اتاخرت في القرص او كان في ايدي عجين او كلام من ده، ما بقاش ملبوخة بقى، اللي يجي عايز يتغدى او كده يبقى الاكل جاهز. فطبعا عملتها بالطريقة اللي هي التقليدية جدا. انا عملت بصل وبتاع وفلفل، وحطيت عليها البهارات بتاعتي زي ما انتوا عايزين طبعا. وكنت مقطعة البطاطس طرنشات كده، وحطيت برضو عليها الفراخ. وحطيت شوية صلصة خفاف في الصينية دي. انا مش عاملاها بصلصة اللي هو مش هتبقى حمرا بصلصة بدمع، لا ده هتبقى ايه لونها. الوقت هشوف لونها عامل ازاي، هما العيال عايزينها كده. هما بقوا يعني العيال مسمينها صينية فراخ خضرا. ليه بقى؟ لان بقى فيها فلفل، وساعات كنت بعمل فيها شبت وكزبرة، بس النهارده ما كانش فيه شبت وكزبرة. فاللي هو بحط بس معلقتين صلصة كده يطعموا الدنيا، لكن مش هتبقى حمرا خالص. عملتها كده وسبتها وركنتها على جنب، وتعالوا بقى نجهز الأول. نجهز العجين أو نجهز للقرص. معايا بقى كمية الدقيق، ومعايا هنا كمان زبدة، ومعايا سمنة. أنا آسفة إن أنا بخلاف فيا النهاردة أنا بسجل الفيديو بالصوت الشتوي، يعني شتوي بالقوي واخدة برد الكلام. أنا حاسة إن الكلام مش عارفة بيطلع من أي جنب، من مناخيري ولا من بقي، مش عارفة. المهم اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة. هنا بقى ايه، كان معايا كده قالب زبدة. دي كريستال، دي مش فرن النهاردة، دي كريستال. كريستال بتبقى حلوة قوي على فكرة في الحلويات، يعني هي بيبقى طعمها حلو برضو في الحلويات. ومعايا الكسرونة اللي هي الستانلس دي، فيها برضو كمية السمنة. انا مش فاكرة كان فيها قد ايه سمنة بصراحة يعني. القراقيش عامة انت مثلا بتعملي كيلو دقيق عليه تلت كيلو سمنة. اللي هو مثلا بتعملي 3 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة. فاهمين انا ايه؟ فانا حبيت ان انا اعملها سمنة صناعي، على زبدة اللي هي الفرن دي. يعني اخد من طعم دي وطعم دي. انا ما كانش عندي زبدة بلدي، كنت مخلصة اصلا زبدة بلدي، ولحد دلوقتي مخلصة ما عملتش لسه. ان شاء الله عايزين نجيب بقى خزين الزبدة عشان خاطر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. خلاص يا جماعة، بدأنا بقى في الايه اللي هو العد التنازلي. خلاص رمضان على الابواب خالص خالص، يعني ربنا كده يعودوا علينا بخير يا رب. ويعودوا علينا لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله، ويبقى رمضان حلو على الناس كلها. ويبقى رمضان خير كده بإذن الله يا رب، وتبقى سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. وعلى اخواتنا الفلسطينيين يا رب تبقى سنة سعيدة عليهم، وربنا يعوضهم على الخسائر اللي بقى خسروها، سواء في الأرواح ولا في ممتلكات ولا في ايه بالظبط. طبعا هم خسرانين في كل حاجة، بس الناس دي أبطال والله بجد. أنا بستعجب وبستغرب، سبحان الله الناس دي أبطال. أنا عايزة أحكي لكم كده موقف يعني ايه موقف حصل لي. اللهم صل على النبي. في اليومين اللي أنا تعبانة فيهم أنا والعيال، أنا قاعدة، انا تعبانه. واللي هو انتوا عارفين دور السخونيه اللي بيبقى جاي حمى، سخونيه بتكسير في الجسم، مش عارفه ايه كده، فاهمين؟ بصداع بزغلله بكله، هو الدور ده عندنا كلنا. فانا تعبانه نايمه تعبانه، وجنبي نعناع وجنى برضو تعبانين نايمين تعبانين، وفي الاوضه التانية بقيه البنات تعبانين. والله بجد، يعني كلنا كنا تعبانين. فانا جه في دماغي يا ربي، طب لو واحده في فلسطين، واحده ساكنه في غزه، واكيد ده بيحصل، أنا نايمة مش قادرة أقوم أعمل حاجة من كتر الوجع اللي في جسمي. واحدة مثلًا زيي كده قاعدة بعيالها تعبانين في فلسطين، تمام. أنا شوفوا بادخل وباقول لكم شوفوا الرخامة اتملت دي إزاي.
المهم واحدة قاعدة كده نايمة بعيالها وعيالها تعبان وهي تعبانة، وحصل قصف وحصل اللي بيحصل في فلسطين دي، هي وهي تعبانة بتاخد عيالها إزاي وتجري وتنقذ يعني فاهمين أنا التفكير فين؟ بتعمل إيه؟ اللي زيي في الموقف اللي زي ده في فلسطين بتعملوا إيه؟ بتتصرفوا إزاي؟ أنتم جايبين القوة اللي فيكم دي منين؟ سبحان الله، بجد أنتم فيكم قوة يعني مش في حد في العالم إن أنتم تستحملوا اللي أنتم مستحملينه والبرد والدنيا دي وأنتم قاعدين يعتبر في الشارع ومستحملين وجع عيالكم قدامكم وفقدان عيالكم والعيشة الصعبة عليكم وعلى عيالكم. يعني بجد انتوا مش عارفة اقول لكم ايه، والله بجد ربنا يرحمكم من اللي انتوا فيه وينتقم من الظالم بحق جه النبي، ربنا ينتقم من الظالم. المهم ايه، بلاش كلام بقى ملوش لازمة دلوقتي. عملت ايه بقى هنا؟ دخلت الدقيق، انا كان عندي دقيق اصلا غلة من اللي احنا بنعمله في البيت. احنا في البيت ده ما انتوا عارفين احنا في الفلاحين بنخزن غلة. يعني ايه، قمح، دقيق قمح كده فاهمين. وبنطحن بقى دقيق وكلام من ده، فالحمد لله خير عندنا يا رب، يجعل عندكم الخير يا رب. وكان عندي كمان كيسين دقيق فاخر، فنخلت ده على ده وكده فاهمين. فالمهم انا مش فاكره انا عامله قد ايه بالظبط دقيق، المهم ان كميه الدقيق تلتها سمنه. تمام. عايزه تحط زيت، ممكن على فكره في القراقيش الزيت في الحاجات اللي زي دي بيقرمشها على فكره، بيخلي الحاجه مقرمشه، بس انا ما حطيتش تقريبا. الأول بقى هنا نزلت إيه، طبعًا أنا حطيت بقى على الدقيق بتاعي، حطيت كمية السمسم وحطيت الخميرة بقى والبودر والفانيليا والحاجات دي كلّها، حطيتها كده مع بعض كده وبعد كده باحط السمنة وبامسّها كده زي الكحك، وكان عندي برضه ريحة كحك فحطيت شوية ريحة كحك. ريحة الكحك دي بتبقى بودر كده بتيجي من عند العطار. تمام. فبامسّها بقى حلو كده وبعد كده نزلت بقى كان عندي لبن رايب، لبن وأنا مروّباه فاهمين. في التلاجة، فقُلت بقى عجينة بقى بلبن كده تبقى حاجة بقى مخدومة بقى، يعني فيها زبدة فرن بقى، هو كريستال يعني بس زي الفرن، وسمنة ولبن وحاطة سمسم بقى وروايح حلوة كده. أهو طبعًا أنتم عارفين بقى الشتا بيحب الحاجات دي، يعني هو الشتا يعني قراقيش، وقراقيش يعني الشتا، اللي هو بقى عشان نقعد كده بالليل بقى في الدفا كده متدفيين ونعمل كوباية شاي بلبن أو شاي أو لبن أو أيًا كان بقى ونغمّس بقى، ونتخن بقى، اتخنوا بقى اتخانق يا ابو يارا بقى. اللهم صل على النبي. خلاص كان الغدا خلص بقى واتغدينا والعجين برضو كان خمر، فجبته بقى وجيت قعدت هنا في الصالة. انا بصوا بقى مش هعمل بقى ولا واقفة ولا اعمل في المطبخ، وانا جيت قعدت هنا في الصالة. كان عندي بلح، عجوة يعني بلح، وكان عندي الملبن ده. هو اسمه ملبن مش بلبن. انا بتكلم وانا خالفة معلش. اللهم صل على النبي. فانا بحشي بالحشوتين يعني. انا مستحسن ان اسكت خالص عشان بصوا انا الكلام اللي طالع من بوق كله طالع غلط. مخارج الحروف عندي كلها بصوا حولت خالص. طبعا عملت كوبايه شاي ده كالعاده يعني. اللهم صل على النبي. عجنت شويه بقى بملبن وعجنت شويه بعجوه. وايه بصوا بقى الحاجات ديت بجد بتبقى حلوه قوي في البيت. ريحه الخبيز وريحه القرص وريحه المعجنات في البيت حاجه كده بتدفي البيت يا جماعه. يعني ما تحرموش نفسكم وما تحرموش عيالكم بالحاجات اللي حلوه اللي زي دي. والله العظيم انا على قد ما بقدر بعمل، لان اكيد كلنا هيجي علينا وقت ما عدناش هنقدر نعمل الكلام دوت، فاللي هو نبقى اسمنا عملنا حاجه حلوه لعيالنا وسبنا لهم ذكرى حلوه يعني. كده كنا تاني يوم الصبح على فكره، فانا حتى كنت قايمه مكلضمه ازاي. قلت اما اصورها لكم بقى، النور كان قطع عليا لأن طبعا بططتها وسبتها خمرت شويه، وبعد كده ايه حطيتها بقى في الفرن وبطلعها بقى مقرمشه زي ما انتم شايفينها دي. بس بصوا بقى انا نوع الدقيق اللي انا كنت حطاه ما كانش حلو، فكان بصراحه مبوظ معاه القرص على الاخر، والله بجد هو نوع الدقيق اللي ما كانش حلو. انا افتكرت دلوقتي شوفوا القرص كانت ما شاء الله، شفتوها وانا ببططها كانت عامله ازاي، بس لما اتحطت في الفرن وغابت شوية، لما قعدت شوية عقبال ما حطيتها في الفرن كانت حاجة تانية خالص. يا ريتني كنت عملتها بدقيق غلة من بتاعنا احنا كان احلى. حط لي كده لايك للفيديو واسيبكم بقى بألف سلامة.